فوائدهم على فكرة مش في الأكل بس. لو انت حاسة انك متوترة أو متضايقة أو مكتئبة أو كسلانة مش قادرة تقومي ما عندكيش طاقة، خديلك تمراية أو معلقة عسل أسود، بتحفز الدوبامين اللي في الجسم اللي عندك، وبيدي الدوبامين ده إشارة للمخ. هتحسي بالهدوء وبالراحة وبالسكينة، وهتلاقي نفسك كده مبسوطة ورجعت لك طاقتك ونشاطك تاني. الشتاء على الابواب دلوقتي، والبلح مغرق الدنيا بكل الوانه وانواعه، الاسود والاصفر والاحمر والعجوه. الحقي استفيدي بالفاكهه العظيمه دي، واوعي تقطعيها من بيتك، هتسعفك في حاجات كتير قوي. هيسعفك بسرعة لو حسيتي انك جعانة وعايزة تاكلي حاجة مسكرة ومش عايزة وزنك يزيد ومش عايزة توقفي حرق جسمك، اجري بسرعة هتاخدي واحدة تمراية او معلقة عسل اسود صغيرة. هيقفلك الشهية وهيقفلك احساسك بانك عايزة حاجة مسكرة او ان انت حاسة انك جعانة. هتلاقي نفسك بعديه شهيتك اتقفلت ومش عايزة تاكلي حاجة. لو عندك اولاد في مرحلة البلوغ وفي مرحلة النمو، دلوقتي في مذاكرة، ابتدينا الدراسة دلوقتي والاولاد قاعدين بيذاكروا ويعملوا واجباتهم، خلي الحاجات دي قدامهم كسناك بدل ما نفسهم بتروح للشوكولاتات والحاجات الانهيلثي. الحاجات دي مليانة مضادات اكسدة ومليانة معادن وفيتامينات مهمة جدا لبناء الجسم، حديد وكالسيوم وسيلينيوم، حاجات رهيبة هتفيدهم جدا. ده غير انها هتديهم طاقة وتركيز عالي جدا، وكمان هتديهم احساس بالراحة وبالهدوء والسكينة عشان يقدروا يركزوا ويشوفوا مذاكرتهم وواجباتهم. اما بالنسبة لنا فاحنا اخرنا في اليوم 3 تمرات ومعلقة عسل اسود بس صغيرة، عشان ما ترفعش سكر الدم وتدخلنا في دوامة زيادة الوزن وتوقف حرق الجسم عندنا. اتمنى تكونوا استفدتي من الفيديو، واشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.